سلام الغزالات، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه غبرت عليكم. ايوا المهم انا كنت كنغسل في الزنجلان وتفكرتكم. انا هذه واحد الطريقه كنت تعلمتها من عند شي ناس الله يرحم ليهم بها الوالدين، وبغيت انت انا نبارطاجيها معاكم. هذه الطريقه هذه كتسهل عليك العمليه ديال التنقيه. غتولي تنقلي الزنجلان غير بالضحك، يعني فهمتي، ما غاديش تبقاي جالسه حبه حبه تبقاي هكا يعذبك. انا نوريك واحد الطريقه. المهم لاله كتاخدي الزنجلان ديالك ومن الاحسن يكون بلدي كيكون زوين وحتى المذاق ديالو كيكون زوين. كنديروه في واحد البانيو كبير وكنرقدوه واحد 2-3 دقائق بحال هكا. من بعد في الاول كيولي هذاك الرقيق، داك الزنجلان الرقيق تيطلع الفوق، وداك الحجيرات حتى هما تيطلعوا الفوق. ها نتوما كما كتشوفوا في الفيديو كناخذ واحد الصفايه وكنبقى نهزها ونلوحها، نهزها ونلوحها. العمليه خصها واحد شويه ديال الصبر، ولكن النتيجه كتسهل عليك التنقيه، ما كتبقايش معذبه ويعذبك ولا تهزي الهم ديالو. هذه بالنسبه للمره الاولى. المهم انا كنبقى نغسلو حتى كيبقى يبان ليا الماء ابيض. المهم كنبقى بحال هكا غاده فهمتي، وكنهز من الجناب ونهز اللوح هذا كله خاوي. الخاوي راه كيطلع الفوق، وداك خلاص داك الثقيل راه كيبقى لتحت. من بعد كتبقاي تهزي داك الزنجله وتحطيه في شي صفايه، كيبقى لك داك الخراني. داك الخراني ها انت كتبقاي تزيدي فيه الماء وتكبي بشويه، وعاوتاني تزيدي فيه الماء وتكبي شويه. غير قبلوا ليا على التصوير، راني شاده بيد كنصور ويد كنشرح لكم بها. كديروا بهذه الطريقه اللي قلت لكم. من كيخوى داك الماء كنعاود نعمر عاوتاني بشويه ديال الماء حتى نهبط داك الزنجلان ديالي ونخلي داك الحجر بوحديته. شفتوا بهذه الطريقه هذه كنبقى فيما يخوى ليا الماء كنزيد الماء، وانا بشويه بشويه كنحيد داك الزنجلان حتى في الاخر كيبقى غير داك الحجر. ها نتوما تبعوا الفيديو باش تفهموا الشرح ديالي. وهاد الطريقه راه هي الطريقه باش كتخليك ان الزنجلان يجيك ساهل. انا عارفه كاع الناس كتغسل الزنجلان وكاع الناس كتعرف، ولكن بقات كل طريقته. وهاد الطريقه انا كنت كندير الطريقه العاديه، كنغسل بحالي بحال الناس هكا، ولكن من هاد الطريقه علموها ليا شي ناس الله يرحم ليهم بها الوالدين. قلت لا علاش لا انا نبارطاجيها يستافدوا منها الناس ونديو معكم شي دعيوات الخير. صافي ملي كيبقى ها نتوما شتي في الاخر كيبقى لنا داك الحجر وداك شويه الزنجله كنحيدو بصبعي هكا بيديا وكيبقى. وكنبقى نعاود العمليه نعاود حتى كيبان ليا البانيو صافي. ومن الاحسن خذوا بانيو ابيض باش كيبان لكم الحجر. دابا هذا كنبقى يعذبكم في التنقيه. ها نتوما كنبقى نعاود نفس العمليه حتى من كديري وطرقتي داك 2 دقائق ما كيبقاش يطلع لك اصلا، لان الخاوي كيكون خوا صافي مشى وداك الحجر كله مشى منه. كيبقى يبان لك غير شويه من الفوق. داك شويه انت حاولي تهزيها هكا عاوتاني بصفايه صافي حتى كتبان لك الماء ابيض. وصافي نفس العمليه كتبقاي تعاوديها واحد 3-4 حتى ل5 المرات وتشوفي كيفاش كيولي التنقيه ديالو. ما تهزيش ليه الهم، صافي كيكون منقي. ومنين تنشفيه غربليه عاوتاني بشي غربال خاص بالزنجلان. ملي تبغي تشري قول لي عطيني الغربال ديال الزنجلان وغيهبط لك عاوتاني. الا بقات شي حاجه كتهبط لك. وبصحه والراحه. وإلا عجبك الفيديو ما تنسينيش من داك جيم. شكرا والى اللقاء.